في الفترة اللي فاتت أو الفترة دي عموما هتلاقي دايما إن حضرتك أي طالب يا جماعة، أي طالب هتلاقي إن أنت أكيد في حياتك مفيش يا جماعة حياة ربنا سبحانه وتعالى خلقها في حالة صفو، وما فيهاش مشاكل، ما فيهاش كدر، ما فيهاش تعب. أحد الصالحين كان يقول لك: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. يعني الناس اللي فاكرة إن الحياة هتبقى صافية، لا، ده ربنا هو بيقول لك إن هي طبعت على كدر، مشقة وتعب، كلها تعب، وأنت تريدها، أنت عايزها صفوا من الأقذاء والأكدار، ما فيهاش حاجة تقدرك. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، نازل البحر يدور على حاجة مولعة. ولذلك أنا هقول لك على حاجة طبيعي جدا، إن أنت كطالب وإن أنا كمعلم وأي حد وولي أمرك، كلنا بلا استثناء بنعاني من مشاكل. هذه المشاكل بتنغص علينا حياتنا، بتصعب الحياة، وتلاقي نفسك مشغول ومهموم والدنيا ضيقه عليك. الواحد كل ما بيفكر في الحاجات دي والله يا جماعه يفكر كويس، احنا ليه يا جماعه دايما فعلا بجد مضايقين نفسنا قوي كده، مع ان احنا عارفين ان كل اللي احنا فيه ده ربنا سبحانه وتعالى كتبه علينا. وبما انه كتبه علينا فالاولى بينا رقم واحد ان احنا نتقبله بصدر رحب، بسعه صدر، وان ده حمل ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بيه. طب نعمل ايه بقى عشان اللي في صدرنا ده، الحمل اللي على كتافنا ده واللي على صدورنا يستريح؟ افضل شيء الواحد سمعه وشافه في الحاجات دي هو حسن اللجوء الى الله، انك تلجأ لربنا سبحانه وتعالى. لما تلاقي الامور ضاقت، انا وانت بنقع في مشكله، المشكله دي يا جماعه فعلا بجد هي اكبر حاجه، مش المشكله نفسها. ايه هي؟ ان احنا بنروح نخبط على ابواب غير الباب اللي المفترض نخبط عليه. احنا المفترض انا وانت نلجأ لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تعالى اقول لك كم مثال يبين لك ان حسن اللجوء الى الله هو المفر الآمن والملاذ الوحيد لأي حد. عايز تلوز؟ اجري بسرعة على ربنا سبحانه وتعالى، قوم اتوضى، صلي ركعتين، اركع واسجد وادعو ربنا باللي انت عايزه، ربنا سبحانه وتعالى يفرج همك وكربك. ازاي؟ لما تيجي النهارده تعالى اجيب لك كام مثال على حسن اللجوء لربنا سبحانه وتعالى، وان اللجوء لربنا سبحانه وتعالى هو ملجأك الوحيد فعلا. في قوله تعالى ايه؟ في سورة التوبة عن الثلاثة الصحابة اللي تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ربنا يقول لك عنهم الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. بص ضاقت عليهم نفسهم. طب بص بقى اللي حصل إيه: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. بص هم عملوا ايه؟ امتى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب عليهم؟ قال لك: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم امتى؟ لما عرفوا جوه نفسهم، لما ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم نفوسهم بقت ضيقة مش قادرين. قال لك وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فلما عرفوا أن الملجأ إلى الله، ربنا يقول لك: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم وأنزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ده حسن اللجوء. وليه؟ كمان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فده حديث الرسول عن الاستعانة وحسن التوكل على الله. مش بس كده، موقف خالد بن الوليد في إحدى الغزوات، لما تبص على اليقين بالله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الصحابة، بيسألوا سيدنا خالد في إحدى الغزوات: هو إحنا لما العدو يهجم علينا دلوقتي، كانوا في منطقة حائل، تمام كده، ففي حرب دائرة، غزوة، فبيقولوا: طب إحنا دلوقتي العدو لو دخل علينا وحبينا إن إحنا نتراجع هنرجع فين؟ فبيسألوه، كان في جبلين، ما هو لازم لما يرجع في الحرب كده زمان يرجع يدي ظهره للجبل، فقاموا قايلين له: إلى سلمى ولا إلى أجا؟ قال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، بل إلى الله الملتجأ. انت هتلجأ لربنا، ما ترجعش لحد، ارجع لربنا، هو ملاذك، هو الملجأ الوحيد. ولذلك صديقي العزيز بفكرك ان انت لو عايز ده يستريح وده الحمل اللي عليه يخف، الجأ لربنا سبحانه وتعالى. وكفاياك بقى انك عمال تسأل بشر زيك: يا جماعة اعمل ايه؟ اسأل اصحابي واصيح هنا واصيح هنا. احب اقول لك انك حتى ما تسألنيش انا، مش ما تسألنيش في العلم يعني، انا قصدي اقول لك ما تقعدش تخبط على ابواب الناس وتسألهم. ولذلك احد الصالحين كان يقول ايه؟
لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاوعى تروح تخبط على واحد لما هتخبط عليه هيغضب من سؤالك، وإنما روح اترك باب، خبط على باب اللي مستني سؤالك. ده بيقولك فالله يغضب إن تركت سؤاله، ده لو انت سبت سؤال ربنا بيغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأرجو منك في الفترة دي إنك تحسن اللجوء لله سبحانه وتعالى، هو ملاذك الآمن والوحيد والله، وهو اللي هيخفف عنك. أي حد تاني هيقولك معلش، أما ربنا سبحانه وتعالى بيده إن هو يوفقك، يشرح صدرك، يوفقك لكل خير، يعينك على الطاعة ويعينك على علمك اللي انت بإذن الله تعالى بتحاول تجتهد فيه. خالص دعوتنا لكم بالسداد والتوفيق، نراكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.